كيكة اليوم رح تكون من الكيكات المميزة عندكن ورح تحبوها كتير. وبفيديو اليوم رح نحضر كيكة الفانيليا، هشة وسفنجة وخفيفة وبتدوب بالتم ذوبان، ويا سلام على روعة الريحة. وبحبتين بيض بس رح نحضر ألذ كيكة فانيليا. الهشاشة والطراوة اللي بالكيكة غير شكل. إذا كنت لأول مرة عم تزور القناة ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا نشوف طريقة التحضير. رح يلزمني حبتين بيض. البيض دائما لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة حتى ما يزنخ. رح ضيف معهم 3/4 الكوب سكر، وبضيف معهم كمان الفانيليا سائلة أو بودرة. نخفقن بأي خلاط متوفر عنا ليتضاعف حجم البيض ويصير قوامه كريمة والسكر يدوب. هلأ هيك البيض اتضاعف حجمه. رح ضيف ربع كاسة زيت نباتي. بضيف الزيت بالتدريج أنا وعم بخفق لتخلص كل الكمية. بخفقن شوي وهيك بكون الخليط صار جاهز. هلأ بدي أنخل كاسة طحين وحدة بس، ورح حط معيار البيكنج باودر. رح أنخلها مباشرة على الخليط ورح ضيف معيار البيكنج باودر. بيلزمني معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس معيار المعلقة اللي عندي كانت بتعادل نص معلقة صغيرة فضفت معلقتين ورشة ملح صغيرة. رح أنخل شوي شوي الطحين بالتدريج ورح حرك كمان بالمضرب اليدوي لتخلص كل كمية الطحين. هالشي بيساعدنا نخلي الخليط ما فيه أبدا تكتلات، وهيك كمان بنحافظ على الهواء اللي دخلناه أثناء خفق البيض. ملاحظين اللون الكريمي للخليط؟ كمان الخليط لهلأ ما فيه أي تكتلات. الطحين عم يدوب فورا، ما عم نكتر طحين، عم نحط شوي شوي، والتحريك رح يكون بكل هدوء. هلأ هيك خلصت كل كمية الطحين. بدي أضيف السوائل. شايفين الخليط هون سميك شوي، لسه ما في سوائل بس كمان ما سميك كتير. الطحين داب تمام والقوام صار متجانس. منضيف نص كاسة حليب سائل. الحليب لازم يكون دافئ. ومباشرة منضيف 40 غرام زبدة مذابة، والزبدة كمان لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. بنحرك كتير منيح ليتجانس الخليط، وهيك بنكون خلطنا كل المكونات. انتبهوا كتير منيح على قوام الخليط. القوام ما لازم يكون سميك وشادد، وكمان قوامه ما لازم يكون كتير خفيف. إذا كان كتير خفيف فيكن تزودوا معيار الطحين شوي من معلقة لمعلقتين. قوام الكيك كان ممتاز عندي. وكمان لازم دائما الخليط يعبي 3/4 القالب. يا سلام مثل هيك بالضبط. دخلته على فرن حامي مدة 40 دقيقة شغال على 180 درجة مئوي من تحت بس. وهلأ بنقلبه بعد ما برد تمام. وهي شكل الكيكة قبل ما نبلش تقطيع. حتى هون الكيكة ما هبطت أبدا. أنا ما بطلعها فورا من الفرن، بفتح باب الفرن شوي طبعا بعد ما طفيه، وبتركها 5 دقايق وبعدها بطلعها لبرا. وأكيد بيتقدم جنبها الصوص اللي بتحبوه. حتى من دون صوص طعمها رهيب، وأروع من هيك ما رح تلاقوا. وما بتتخيلوا الهشاشة والطعم والريحة. وبنصحكن أكيد أكيد تجربوها. ما تنسوا تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وصحتين وألف هنا. وما تنسوا كمان تخبرونا أي كيكة مفضلة عندكم خصوصا بهالوقت، جنب الصوبيا اللي عليها بريق الشاي لنرجع أيام زمان. ما تنسوا دعم الفيديو بلايك وشير مع أهلكم وأصدقائكم. سلام.